القوطة اللي كانت 8 بقرش النهارده رطل الطماطم ب5 تعريف. اللحمة اللي كانت ب4 ساق النهارده ب8 وناكلها بكماشة. علبة السجاير اللي كانت بساق بقت بساغين ومن غير كبريت. الرز بنسمع عليه سامع. يعني قصدك ايه؟ قصدي يعني اقول لسعادتك ان ما يصحش كل شيء لا مؤاخذة يغلى ثمنه والبني ادم بلا عافية يفضل زي ما هو. لازم الرخر يغلى مع السوق، يرتفع شوية. يعني عايزين ايه؟ انا مش فاهم. عايزين علاوة. علاوة يعني ايه بقى؟ علاوة يا بيه، سعادتك ما تعرفش العلاوة؟ علاوة زوادة غلاء معيشة. سعادتك بلا قافية عليك كلها نظر وشايف الحالة اللي احنا فيها. انا متاسف جدا، بقدرش ادفع مليم علاوة لحد. يعني مفيش علاوة؟ لا مفيش. اتفضل روح شوف شغلك. طب خلاص اديني راح اشوف شغل. هو انا قلت حاجة؟ انت سببت في طرد من الخدمة بعد 35 سنة. صرصار زيك قدر يخدعني، خلاني تحت رحمة كلاب السرايا. مش عارف يدبروا لي ايه النهارده عشان ينفذوه بكره. فكرة هيدبروا لك ايه يا باشا؟ اكتر من انت عملته عصام، اكتر من حرق البلد، اكتر من الحشرات اللي انت كل يوم ترميهم في السجن يا باشا. دي نهاية كل ظالم. يا ساتر. وبضع المجرمين دول انا هعرف ازاي اربيكم. اذا كنت في بيتي معرفتش اخد بالكم باعتراف، فانا عندي تلامذة معلمهم ازاي ممكن ياخدوا الاعترافات. تعال يا فريد، استلم الأفندية. الاتنين اعضاء في خلية سرية بتحارب نظام الدولة. في أدلة يا باشا؟ أدلة؟ احنا بنبدأ بنبحث عن أدلة. انت هتفضل طول عمرك خايف. أنا آسف يا باشا، أنا جاي المأمورية محددة، عندي أمر بالسرايا بالقبض عليك. ممكن أوضب شنطة هدومي؟ تعال نشوف لما الفنان الجميل توفيق الدقن ملك الإفيهات يتزنق في فلوس ويروح البنك عشان ياخد كارد، وهو عارف ومتأكد إن هو مش هيقدر يسدد الكارد. وموظف البنك قال له امضي. تفتكر الدين هيقول له ايه؟ هات يا اخويا، هات يا دانس، ده انا امضي واختم وابصم بالعشرة كمان. البالانس فليكسلانس، واسهل من الامضة مفيش يا وضربوا الاول على عينه خسرانة. دلوقتي همثل لكم مشهد من مسلسل ابراهيم الطاهر بطولة الفنان الجميل الزعيم عادل امام والفنان الجميل عمر الحريري لما كانوا هربانين من مستشفى المجانين والبوليس. هما قاعدين مع بعض، ابراهيم الطاهر قال اجمل حكمة لصاحبه حسين. قال له ايه؟ الدنيا عاملة زي سبع الخيل والبني ادم فيها حصان بيجري، والحصان اللي جوه السبق لازم يفضل يجري سواء كسبان او خسران، لازم يكمل. والحصان اللي بيقع ما بيرجعش يلعب تاني، عمره ما بيرجع لأرض السبع تاني يا حسين. بيطلعوه برا عشان يجر عربيات جره.
يرضيك اجر عربيه تكرع زي. شكرا لحضراتكم.